ليه كل ادوارك منحصره في دور الام او الست الطيبه؟ اكيد كتغيير مناسب ليكي، مش عارفه اقول الكلمه، بس بجد لو عملتي دور شر افتكر هتكوني جامده جدا. خلاص يا ديار انا هكون ان شاء الله المره الجايه اعمل دور شريره وهضرب بقى وامسك بدافع على الشاشه واعمل حاجات غريبه جدا. مستر جوز، الكل يعرف ان الفن حرام لما يوجد فيه من مخالفات لشرع الله، لكنك بعد الاعتزال والتوبه رجعت للتمثيل. على فكره انا ما كنتش اعتزلت، انا يمكن كنت بعيد، وحتى لما قالوا لي اول مره واول سؤال انت هتمثلي، قلت لهم ان شاء الله الادوار المناسبه وبحجابي، وما زلت الحمد لله محتفظه باسمي وبتاريخي المشرف جدا وصفحتي البيضاء التي لا غبار عليها، ولا الحمد لله رب العالمين سمعتي معروفه واسمي معروف وتاريخي الفني معروف. ورجعت الفن ان انا اقدم شيء كويس واقدم رساله هادفه للناس واقدم دور الطيب. وبعدين على فكره الفن مش حرام، يعني سالت مولانا الشيخ الكبار الشعراوي ولما رحت له حتى كان قبل وفاته كنت انا والحاجه ياسمين الخيام، فقلت له انا طالبني دلوقتي امثل بالحجاب، قال له جاي يا بنتي مش هتطلعي بالطرحه كده وتقولي كلمتين كويسين؟ قلت له اه. قال لي خلاص وما نطلع بس بشرط في حاجات ممنوعه. قلت له زي ايه مولانا؟ قال لي في نوم على السرير ما تناميش على السرير، في مش عارفه ايه، يعني لو كان الممثل متواجد يعني. طبعا هتقولي كلمه طيبه، هتحاولي تودي للناس كلام طيب، هتحاولي حاجات كتيره قوي، والحمد لله رب العالمين ما زلت محتفظه بالفتوى دي وما عملتش اي حاجه لا تسيء ليا ولا للسلوكيات ولا الاخلاقيات ولا للتاريخ الطويل. وبعدين على فكره انا حتى قبل الحجاب كمان كان اي حاجه مخالفه للشرع ما كنتش بعملها. وشوفوا كل افلامي وشوفوا كل مسلسلاتي السابقه